مرحبا. وحشتوني جدا جدا جدا. انتوا مش متخيلين كنت مفتقده اليوتيوب ازاي، وكنت مفتقداكم بجد يعني. فالمهم بدون دخول في تفاصيل كتير، يلا ندخل في الموضوع. انا هعمل لكم الخمار الفرنسي زي القمر اللي انا لابساه دوت. بس بقى مش هنعمله يعني اللي هو هنعمل لفه زي المعتاد، لا انا قصدي هنعمله يعني هنعمله بايدينا. اللي هو حتى لو انا ما بعرفش افصل، او حتى لو انت ما بتعرفيش تفصلي، هعلمك ازاي تعمليه بمتر واحد بس من القماش. علشان يعني بصوا، يبقى حاجة ولا أروع ولا أسهل، وكلنا نعرف نلبس خمار فرنسي اللي هو طالع ترند بطريقة مش طبيعية. للي ما يعرفش، فأنا عندي براند محجبات، وكتير منكم قوي طلبوا مني إن أنا أعلمهم يعني حاجات في التفصيل وكده. فقررت إن أنا أبدأ لكم بحاجة لذيذة كده وسهلة، وهي الخمار. وهتعرفوا ليه هو بيتباع غالي، علشان بجد هو بيتفصل. يعني هو أنا كنت فاكرة إن هو الله يلا نعمل خمار الموضوع بسيط، لا هو فعلا طلع بيتفصل. بس ما تقلقوش يعني الموضوع سهل. المهم، دي الخامه بتاعتها رويال سعودي. تمام، ممكن تختاري الخامه اللي انت عايزاها. عموما يعني انا جربت الخمار دوت بالخامه بتاعت السي واي والشيفون والرويال السعودي. الرويال السعودي حلوه، والسي واي رهيبه بالنسبه لي انا. ده كده شكل الخمار السي واي. هي الخامه بصوا يعني مضلعه كده شويه، فيها تضليعه بسيطه، بس بالنسبه لي اطرى بكتير من ديت. بس يعني اللي انت معانا دلوقتي متر من القماش اللي هو الرويال السعودي، او اي خامه انت حباها. طيب هنعمل ايه؟ هقول لكم هنا الاول، وبعد كده اشرح لكم على الترابيزه لما نيجي نقص. طيب قدامنا دي حاجه اسمها البورصل. تمام، بصوا شكلها بيكون عامل ازاي. تمام، اللي هي بيبقى فيها خرام كتير كده. ودوت الحته اللي هي المقصوصه، الراجل قصيصها عادي. بنعمل ايه بقى؟ بنجيب البورصل على البورصل. تمام، اهو كده. بنجيب الاتنين على بعض اهو تانيتهم. حلو. حلو. بصوا اشرح لكم على ورقه الاول. اهو كده دلوقتي معايا الورقه اهي. تمام، المفروض ده البورصل. الحرف اللي انا وريته لكم شكله بيبقى مخرم كده، وده البورصل. بنتنيهم على بعض، واللي من فوق دي الحته المقصوصه. بنعمل ايه بقى؟ بنجيب الطرف المفتوح ده اهو. عندي طرف مفتوح وطرف مقفول. تمام، بنجيب الطرف المفتوح ده ونتنيه مثلث كده. تمام، يبقى الحرف من فوق هنا مثلث، وتنيناه بهذا الشكل. هنا الاطراف كلها مقفوله، يعني مفيش حاجه مفتوحه، وهنا عندي اتنين مقفولين واتنين مفتوحين. تمام، ومن تحت نفس النظام، اتنين مقفولين واتنين مفتوحين. تمام، اتمنى يكون واضح، وهنطبق على القماش عشان تفهموه اكتر. طيب زي ما اتفقنا، عندي هنا اهو البورصل على البورصل، الحته المفتوحه ديت اهو. البورصل على البورصل بنعمل ايه بقى؟ بنجيب الحته المفتوحه دي ونتنيها كده مثلث. تمام، اهو دوت المثلث من فوق اللي هو الخمار نفسه، او القماش. بعد كده ما يتزحلقش مننا، نثبتها بدبوس من هنا من فوق. الشكل ده هو الشكل اللي احنا عملناه، اللي هو ده اهو. ده هو ده. تمام، بالظبط. هنجيب المزوره بتاعتنا. تمام، ونقيس من هنا 14 سنتي. حلو. اغلب الناس بتعملها ب 15، وفي ناس بتعملها ب 16، بس انا بصراحه اكتر مقاس كان مناسب بالنسبه لي، ان هو ما يكونش واسع يعني ولا ضيق، كان 14. تمام، فهنقيس كده 14 سنتي. تمام، من هنا من الحته المقفوله هنقيس 14 سنتي. تمام، ونعمل شرطه كده. حلو. وبعد كده نقيس هنا كمان 14 سنتي. بصوا هيطلع معاكم خط مايل شويه، مش هيطلع يعني مش هيطلع عامل كده، لا هيطلع معاكم خط مايل كده شويه. اتمنى ان هو يكون واضح. تمام، هنقيس كده بردك 14 سنتي اهو. نشوف العلامه هتكون 14 سنتي فين بالظبط، ونظبطها كده ونسطر كده اهو بالماركر. تمام، نبدأ نقص الحتة اللي احنا حددناها، اللي هي 14 في 14. تمام، نثبت بردك النص بدبوس علشان ما يتهزش معانا الخمار، متحركش. تثبت بدبوس من هنا كده. بصوا دي الجزئية اللي هي بتكون عند الكتف، يعني دي الجزئية اللي هي بتكون بتاع الدراعات. تمام، لكن اللي ورا ديت بتكون بقى ايه الخلف والامام وهكذا. تمام، فاحنا هنقيس من الحته اللي احنا قصيناها من الاول هنا لحد هنا. هي المفروض معايا دلوقتي اهي
57 سنتي يعتبر، بس انا مش عايزه كل ده. انا لما عملته المره اللي فاتت، اول مره كنت عاملاه 50 سنتي، بس حسيته ان هو طويل قوي من الكتاف، فانا حسيت ان افضل مقاس بالنسبه لي 45 سنتي. فهناخد من هنا لهنا 45 سنتي. تمام اهو كده، قست كده، ونعلم على، ثواني اوضح لكم اكتر، اهو نعلم هنا كده على ال 45 سنتي اهو كده، هنا 45 سنتي، نعمل بس علامة صغننة. تمام تمام، دي كده الحتة بتاعت الكتاف. طيب الحتة بقى بتاعت ورا نعمل فيها ايه؟ هي المفروض هتكون في رينج ال 100 سنتي، 95 يعني في الرينج ده. فهنعمل كده، نقيس كده معانا القماش قد ايه اهو كده، نقيس بردك من اول فوق لحد اخر المثلث تحت. تمام، طلع معايا 95 سنتي. تمام، حلو جدا، ده الطول بتاع ورا. طيب هنطلع من تحت هنا، كده. تمام، من الحته دي هنطلع 20 سنتي. تمام، ليه هنطلع ال 20 سنتي دول؟ علشان الامام بيكون اقصر من الخلف، هو مش اقصر في الشكل، اقصر بالنسبه للحته اللي انت بتدخلي منها وشك ديت بتكون من الامام، لكن الخلف بيكون فوق الراس اصلا، بتكون الحته دي مرفوعه، فانت بتحتاجي ان الخلف يكون اطول من الامام. فاحنا هنطلع هنا كده ايه 20 سنتي. تمام، طيب اشرح لكم اكتر على الورق علشان تكون اوضح. احنا دلوقتي اهو نزلنا من الحته ديت لهنا 45 سنتي، اللي هي الحته المفتوحه ومن تحت مقفوله. تمام، ديت كده ال 45 سنتي بتاعتنا. تمام، دي اللي هي بتاعت الكتاف. بعد كده عملنا شرطه وهنوصلها باخر الخمار من عند المثلث دوت، هنوصلها بالمثلث ده. بعد كده هنطلع من هنا لهنا 20 سنتي اهو كده، 20 سنتي. تمام اهو كده مثلا النقطه دي، وهنوصلها بالنقطه بتاعه ال 45 سنتي، يعني كده اهو مثلا كده. ديت الحته عندنا اهي بتاعه ال 45 سنتي دي كده اهي، هنوصلها باخر المثلث، يعني هنجيب اهو مثلا مسطره كبيره او بالمزوره ايا كان على حسب انت هتتعاملي ازاي، وهنوصل دي النقطه بتاعه ال 45 سنتي باخر الخمار خالص من تحت، عشان الحته دي كلها تتقص. كده كده اهو، في الجانبين دول اللي هو جانبين مفتوحين واتنين مقفولين، دي اللي طلعنا منها 20 سنتي عشان يبقى الامام قد الخلف زي ما قلت لكم اهو كده اهي، دي ال 20 سنتي بتاعتنا. طيب ال 20 سنتي دي هنعمل بيها ايه؟ هنوصلها بنفس النقطه بتاعت ال 45، مش هنقص الاتنين مع بعض، يعني مش هنقص الطبقتين مع بعض، خلي بالكم من النقطه دي، احنا هنقص الامام بس، يعني اللي قدامي دي كده اهي دي الامام بس، نفرقهم عن بعض. ادي كده الخلف لوحده والامام لوحده. استنوا افك الدبابيس عشان تاخدوا بالكم اكتر اهو كده. استنى بس اعمل، لازم مهم جدا ان احنا نعمل علامه عند النص عشان نكون عارفين الخلف فين والامام فين، او قصوا حته كده صغننه علشان بردك تكون موضحه لكم اهي كده، حته صغننه خالص تقصوها عشان تكونوا عارفين ان ده النص بتاع الخمار. تمام، دلوقتي احنا كنا قايلين ان عندنا طرفين مفتوحين وطرفين مقفولين، وهنا الاربع اطراف مقفولين، يعني من الناحيه المثلث ده الاربع اطراف مقفولين. فهنقص دلوقتي هنفتح الحته ديت من الجنب كده. تمام، اهو كده بالشكل ده. كده بقى عندي اهو ده الخلف والامام، المفروض ان هما كده قد بعض، بس احنا مش عايزينهم قد بعض، فاحنا هنجيب الخلف لوحده. تمام،
والامام اللي احنا اوريدي لسه راسمين عليه دلوقتي ال20 سنتي، والاتنين كده نزود. دي كده برضك احنا مش عايزينها، هتبقى لي ده. تمام. وادي الخلف، هنعرف منين الامام من الخلف؟ هنعرف من ان الخلف طويل والامام قصير كده. الامام قصير والخلف طويل، بس في اللبس ما بيكونش طويل وقصير، والطرفين بيكونوا قد بعض عشان دول بيتخيطوا مع بعض. تمام. نقص بقى دلوقتي البندانه. طيب القطعه اللي اتبقت مننا بتاعه الخمار من تحت، الحته اللي هي قصيناها من تحت، تمام، هنتنيها كده على 4. انا تانياها اهو على 2، دلوقتي هنتنيها على 4. ليه بقى؟ بصوا، علشان عايزين منها بس 30 سنتي. 30 سنتي دول هيتنوا على 2، هنحتاج بس 15 سنتي منهم. تمام كده 30 سنتي اهي. تلاتين سنتي اللي عملتوه هنتنيه على 2، بحيث ان يبقى القطعة الواحدة عندي 15 سنتي. المفروض ديت كده اهي تبقى معانا 15 سنتي اهي، 15 سنتي ديت كده 15 سنتي. تمام. وهنطلع من هنا كده 14 سنتي. 14 سنتي بتوع الحتة اللي احنا عملناها عند الرقبة. تمام. يبقى هنعمل شرطة كده عند ال 14 سنتي. تمام. من الحتة المقفولة نيجي بقى من عند الحتة المفتوحة اللي هما دول طرفين يعني نهاية الخيط، هنطلع مثلا يعني ممكن معاكي من 6 ل 8 سنتي. انا بطلع في حاجة في النص يعني ممكن 7 سنتي. كويس جدا. 7 سنتي حلو. نعمل ايه بقى؟ شايفين دي هنوصلها بالنقطة دي. تمام. ممكن توصليها بمسطرة، انا عن نفسي بوصلها بمسطرة كده حبة، وبعد كده باجي اعملها هنا بورب كده يعني بكيرف، بعيدا عن توفي، ملناش دعوه بتوفي يا جماعه. تمام. هنعمل كده، هنعمل كيرف كده يعني هنا كده اهو. هنعمل الاول هنا كيرف كده. تمام كده مثلا. ماشي. هنقفله بقى ازاي على المكنه؟ هنجيب كده الحته دي على المكنه، وهنقفلها من هنا كده، يعني هنقفل الحرف ده كده، وهنقفلها كده 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 لحد الحته دي. تمام. ويفضل ان احنا نمشي من اول هنا علشان تطلع معانا مظبوطه، يعني نمشي من على المكنه من اول هنا مش من اول الاخر. تمام. ونفس النظام من هنا نقفل الحته دي، نقفل يعني الرباط بتاع البندانه بس، ومش هنقفل الحته اللي في النص دي لان احنا هنقلب الرباط ده مننا منها. تمام. هقفلها واجي اقول لكم نعمل ايه تاني. بالنسبه بقى للخمار بتاعنا اهو كده، المفروض ان احنا قفلنا البندانه. هنقفل الخمار من الجنب ده كده، يعني اهي الفتحه بتاعت الراس بتاعت الخمار. تمام اهي. هنقفل الجنب ده كده لحد الاخر ونظبطهم مع بعض عشان يطلعوا مظبوط معانا، وهنقفل الجنب ده بردك للاخر لحد هنا. تمام. طيب كده انا اهو قفلت البندانه من الجنبين. تمام. وقفلت الخمار نفس النظام من الجنبين، اهي الحته المفتوحه بتاعت الراس زي ما هي، وقفلته من هنا خياطه ومن هنا خياطه، واللي تحت ده مفتوح. تمام. خلي الخمار دلوقتي على جنب. هنقلب ديت، انا قلت اقول لكم ازاي نقلبها. معلومتين مهمين. احنا بعد ما بنخيط بيبقى باقي مثلا هنا حته بتاعه قماش صغننه كده، فاحنا بنقص الاطراف دي كلها علشان ما تكلكعش من جوه. تمام. بنقص الاطراف اللي بعد الخياطه علشان ما يكونش مكلكع معانا من جوه. طيب بنقلبها ازاي؟ احنا ما خيطناش الحته اللي جوه دي، يعني احنا خيطنا الحرفين بس وسايبين الحته اللي جوه دي مفتوحه. طيب هنقلبها ازاي بقى؟ مثلا نجيب مثلا مقص، مفك، اي حاجه تكون طويله، او ممكن قلم حتى. تمام. ونمسك الطرف ده كده ونقلبه كده. تمام. ونقفل بس المقص اهو كده، ونثبت المقص كده ونعدي البتاعه دي منه.
وديت الفتحه اللي في النص ديت اللي احنا قصيناها، اتمنى تكون واضحه، اللي احنا قصيناها علشان نعرف ان دي النص. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ هنجيب الخمار وهو مقلوب على ظهره زي ما هو كده، هنجيب الخمار دي ولسه هيتسرفل طبعا، هيتسرفل من جوه، توديه عند الراجل يتسرفل، او لو عندك مكنه سرفله يبقى هتسرفليه في البيت من جوه الجناب، ونفس النظام من تحت. هقول لكم يعني حوار التقفيل دوت في الاخر. تمام، ده كده اهو في الامام وفي الخلف. احنا هنجيب الخلف، تمام، هنجيب الوش بتاع الخلف النص اهو، وهنجيب البندانه ديت الوش بتاعها برضك احنا قلبينها اوريدي، تمام، هنجيب النص بتاعها او الوش بتاعها دوت، وهنحطه على النص بتاع الخمار كده اهو. يبقى هنحطه الحتت اللي احنا قصيناها ديت سوا ونثبتها بدبوس. يفضل ان انت تثبتي كل ده بدبابيس علشان يطلع مظبوط معاكي بالظبط، يعني تثبتي الحروف دي كلها كده لحد الاخر بدبابيس مع بعض عشان تكوني عارفه هتمشي ازاي. بس لو انت بتعرفي على المكنه ان انت تظبطي ايدك وكده فمفيش مشكله ان انت تمشي عليهم. المهم ادي كده اهو الظهر بتاع الخمار، يعني الحته اللي ورا، تمام، والبندانه حطينا وش على وش، تمام، وهنخيط الاطراف دي مع بعض كده، هنخيط الطرف ده كده مع بعض، ده بس اهو اللي انا مثبتاه، هنخيط يعني البندانه في الخمار، تمام. اهو كده الخمار بتاعنا بعد ما خلصناه، تمام، وقفلنا الحته ديت مع الحته ديت زي ما علمتكم، تمام، هيكون بالشكل ده. الخمار اهو زي الفل، زي اللي انا كنت لابساه بالظبط. والرباط بتاعه لو عايزينه اقصر او اطول مش هتفرق كتير، يعني انا عاملاه طويل علشان يكون اريح يعني في الربطه، تمام. اللي باقي بقى ان الحته ديت هتتسرفل، توديها عند الراجل بتاع السرفله، او زي ما قلت لك لو عندك مكنه سرفله او اوفر هيبقى تمام. تمام، الحته دي كده هتتسرفل، ونفس النظام من جوه هتتسرفل، والحته اللي تحت دي بتتسرفل يا اما بتتعمل، تمام. زي مثلا الخمار دوت، يعني اهو اوريكم اهو اللي انا عاملاه. الحته دي كده بتتسرفل، دي كده اهي من تحت اهي متسرفله، تمام، بتكون متسرفله كده، ونفس النظام من الجنبين اهي كده بتكون متسرفله، تمام، ومن تحت بتتسرفل وتتنى، بس انا سرفلتها ولسه ما تنتهاش، تمام. اخر حاجه الحته اللي قدام ديت بتتنى برضك تانية في تانية، يعني هي زي كده، بصوا دي تانية في تانية كده صغنونه، دي كده اهي الخمار من قدام بيتنى من هنا تانية في تانية. هوريهولكم دلوقتي في اللبس، انا لسه ما تنتهاش، بس هوريهولكم في اللبس هيكون عامل ازاي. بصوا القمر، بصوا القمر والتفاصيل، اللهم بارك. لسه الحته دي طبعا زي ما قلت لكم هتتنى، ممكن عند الراجل بقى يعني تتسرفل وتتنى يكون افضل، يا اما تتنى تانية في تانية، ومن تحت نفس النظام بيتنى تانية في تانية، يا اما بيتسرفل ايا كان، تمام. بس كده، واهو الطول بتاعه من قدام بيكون، بصوا يعني اتمنى انتوا تكونوا شايفين طول، بصوا قد ايه، والطول بتاعه من ورا اهو، بتكونوا استفدتوا من الفيديو. ولو عملتوه اكتبوا لي في الكومنتات عملتوه ولا لا، ولو عندكم اي استفسار اكتبوا لي هرد عليكم كلكم. وبس كده نكتفي بهذا القدر، اتمنى يكون عاجبكم. اخر حاجه خالص يا جماعه، لو حد مش حابب يعمله فانا عندي بوفره عندي في البراند، لو حد يعني ملوش في التفصيل وكده وعايز يطلبه فاكتبوا على الانستا سمية ستور، اللينك بتاع بيج الانستا بتاعت البراند، تقدروا تطلبوه من هناك. وبس كده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وسلام.